السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة وصفة كوكيز راس السنة. هابي نيو يير عليكم جميعا. يلا نعمل المقادير. معانا كوباية عسل او نص كوباية عسل حسب المقدار اللي هتعمليه. انا هعمل نص مقدار. هنحطه على النار ونحط عليه سكر، يفضل يكون سكر مطحون، معلقة قرفة، معلقة جنزبيل صغيرة، ونقلبهم مع بعض. السكر يكون مطحون عشان ما يخرجش معايا زي كده، خد وقت معايا على المساح عشان ما تقعيش في نفس اللي انا وقعت فيه. نقلبه كويس. زي ما انتم شايفين السكر ساح مع العسل. هنضيف بعد كده نص معلقة بيكنج صودا. نقلبهم مع بعض هيفور بالشكل ده. هنقلبه كويس. بعد كده ننزله من على النار، نقلب فيه عشان يبرد. معانا نص كوباية سمنة او زبدة اللي موجود عندك. الكوباية اللي هتعايري بيها هي اللي هتعايري بيها جميع المكونات. ونقلب. هنا بعد ما برد ضفنا البيضة وقلبناها كويس مع المكونات كلها. وهنا كوبايتين الدقيق بتوعنا هنروح ضايفين عليهم الخليط كله. هنقلبهم كويس لحد ما يبقاش فيه دقيق لوحده خالص. بعد كده نلمها بايدينا. لو عندك عجان يقوم بالخطوة دي مفيش مشكلة. كده اهو عجناهم مع بعض، مش كتير طبعا. بتكون متماسكة كده. هنخلص فيها عجين بعد كده نحطها في التلاجة شوية، نص ساعة كده او ساعة. بعد كده هنجيب حاجة نفرد عليها ورق زبدة او ورق اي حاجة منع لاصقة يعني، او مفرش سيليكون. حطينا الورق من تحت وورقة من فوق ونفردها كده. طبعا كان في فيديو قبل ده ازاي وريتكم ازاي اعمل الشكل اللي هقطع بيه الشكل اللي انا عايزاه لو ما عنديش الفورمه.
هحطلكوا في علامة الاي. معايا هنا شكل قلب، دي فورمة موجودة عندي. فورمة الشجرة والعروسة مكانتش متاحة، فعملنا اللي هي الورقة او الكرتونة على شكل شجرة، وهنطلع منها اشكال بمنتهى السهولة كأن عندك فورمة بالظبط. اي شكل انت حباه ينفع راس السنة، النجمة، القلب، السمايل، الشجرة. نطلعه كده نحطه في ورق زبدة. لو مش متاح ورق زبدة كبير ينفع ورق الكب كيك عادي. زي كده. ادي الشكل اللي قلتلكوا عليه، ده ليه فيديو مخصوص ازاي بنعمله، هينزل في علامة الاي. هنحط الشكل بتاعنا ونقص عليه بالسكينة، هيطلع اكنه فورمة بالظبط.